السلام عليكم. كيقول الدكتور عبد الرحمن البوكيلي حفظه الله: بهذا وبهذا فقط تتحقق الحياة الطيبة للإنسان. هذا الفيديو كيبين لنا كيف يمكن للإنسان أن يعيش حياة طيبة هانئة إلى أن يلقى الله. وما تنساش لايك الفيديو، بارطاج الفيديو، لأن الدال على الخير كفاعله. قدر هذه المعلومة تجيك ما تعملش بها أنت، ولكن تنفع واحد آخر. نستمع الفيديو. دابا الواحد علاش كتلقاه في النفس ديالو معذب؟ لأن العلاقة ديالو بالقرآن ضعيفة. لو آمن حق الإيمان وارتبط بالقرآن حق الارتباط ما غاديش تلقى عنده المشاكل النفسية، ما غاديش تلقى عنده المشاكل في التعامل مع راسو، ما غاديش تلقى عنده التوتر، ما غاديش تلقى عنده الغضب، ما غادي يصبح مقاد. الواحد دابا في الدار ديالو علاش عنده المشاكل؟ لأن القرآن الكريم ما حاضرش في الحياة ديالهم، في العلاقة بين الزوجين. إلا تبنات على النية وعلى الإخلاص وعلى اليوم الآخر، وتبنات على المحبة اللي أمر بها الله والمودة اللي وجه لها الله سبحانه وتعالى، وكانت المرأة كتحترم راجلها وكتجتهد باش تكون مرأة صالحة كما بغى الله سبحانه، والراجل عاود كيجتهد باش يتعامل مع مرته مزيان كما بغى الله سبحانه وتعالى باش يكون زوج صالح، طبيعي الحياة غادي تصبح مزيانة، وغادي ينجحوا في الاقتصاد، وغادي ينجحوا في التربيه د ولادهم، وغادي ينجحوا في العلاقات بيناتهم، وغادي ينجحوا في صله الرحم بيناتهم. الاسره غادي تنجح في كل المجالات. ايوا ملي ما كاين شيء، ما كاين لا فهامه، لا خوف من الله، لا خشيه، لا حياء، لا فهامه للدين، لا. ومع هذه الفتن اللي هجمت على الناس الان، على البشريه الان، فعندنا مشكل كبير. السبب الرئيسي شنو هو؟ ما اتقيناش الله سبحانه وتعالى، ما رجعناش لكلام الله سبحانه عز وجل. فلذلك معاشر الأحبة، السر ديال الخير كله كيرجع للقرآن الكريم. إلا قررتي من الآن، واخا تكون ما قاريش، واخا يكون العمر ديالك كبير، ولكن راك مؤمن، وراك تبارك الله راجل عاقل، وراك امرأة عاقلة، يعني بنادم إلا اتقى الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه عز وجل وارتبط بالقرآن الارتباط نيت صحيح. عندك لا تظن دابا هادشي اللي كنشوفوا ديال هادو كيقراو صافي راه ارتبطوا بالقرآن. راه شحال من واحد واخا كيقرا القرآن الكريم راه والو العلاقة ديالو بالقرآن، راه ما عندوش الحياة ديالو بعيدة عن القرآن. شحال من واحد كيقرا القرآن غير باش يشد به شي ريالات. ايوا سمحوا لي، لا، وإنما لكل امرئ ما نوى. حنايا الدين ديالنا ما كنتعلموش باش ناخذوا به الدنيا، لا، ربي كيسعدنا في الدنيا به، ولكن كنتعلموه علاش؟ باش القلوب ديالنا تعرف الله، وباش نجتهدوا في الطاعه ديال الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر ديال التعلم ديال الدين. والدنيا كتجي دابا، واش الدنيا كتجي غير لبنادم اللي ارتبط بالدين، ولا كتجي للجميع؟ كتجي للجميع. انما حنا بغينا الدنيا اللي غادي يعطينا الله تعالى تكون الدنيا في ظلال الدين. كيف ما سمعتوا أعزائي المشاهدين، هذا هو العلاج لكل المشاكل التي يواجهها الإنسان في الحياة. وإذا أراد الإنسان أن يحيا حياة طيبة فعليه أن يتبع هذا النهج. للأسف نحن في هذا الزمان ابتعدنا عن القرآن وابتعدنا عن الدين ديالنا، فتقذفتنا الحياة بين جنباتها. وكما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا. العيب فينا، نعم، العيب فينا، حيت خلينا التعاليم ديال الدين ديالنا، وخلينا الوصايا ديال القرآن والوصايا ديال النبي عليه الصلاة والسلام، فعشنا عيشة ضنكة. وكنتسائلوا أو يتساءل الإنسان: من أين تأتيه المشاكل؟ من أين تأتيه المشاكل؟ تأتينا المشاكل حيت خلينا الدين ديالنا، ابتعدنا عن الدين ديالنا. باختصار من الآخر، بعدنا عن الدين ديالنا فجاتنا المشاكل من كل حدب. بعدنا عن القرآن، بعدنا عن السنة النبوية، وهذه هي عيشتنا. لا أخلاق، لا مبادئ، لا احترام، لا كبير كيوقر الصغير ولا الصغير كيحترم الكبير. إذا تبايعنا غششنا، وإذا تعاملنا، المهم الله يرحمنا برحمته والله يهدينا ويهدي الجميع. وفي الآخر كما قلت لك، قدر المعلومة قدر ما تعملش بها، ولكن حيث ما عندكش كاباسيتي باش تعمل بها، ولكن واحد آخر يقد عليها. ولهذا بارطاجي الفيديو ولايك الفيديو باش يزيد انتشر، لأن الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم.